شكرا لك عبد العزيز. إذا مباراة تنتهي بالتعادل إلى جانب كويلار محور فريق الهلال. في البداية نرحب به. الهلال كسب المباراة بالتقدم مرتين ولكن لم يكسب النتيجة في النهاية ولم يستفد من هذا التقدم في مرتين متتاليتين. Sì, acho che un gioco complicato contro un buon time e infelizmente não conseguimos manter o resultado. Acho que faltou um pouco mais de tenência de pelota, mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar para não voltar a acontecer aí duas vezes na frente e ficar empatado como esse jogo. اعتقد يعني المباراة كانت متكافئة بين فريقين او واجهنا فريق كويس. يعني المباراة كانت مليئة بالتعقيد وفعلا ما قدرنا نحافظ على الأفضلية اللي كنا في مرتين يعني متقدمين فيها. اعتقد يعني افتقدنا لبعض الاشياء اللي لازم يعني نحرص عليها لقدام اكثر ويعني نتمرن اكثر عليها. انه اعتقد يعني صعب انه مرتين كنا في افضليه النتيجه وما قدرنا نكمل عليها، فاعتقد قدام تتحسن الامور يعني في الاتجاهات. شوط اول مثالي جدا للفريق الهلالي. الشوط الثاني شاهدنا يعني باستثناء لقطه ضربه الجزاء تراجع تحديدا في اخر 20 دقيقه. هجمات نصراوية بكثافة عالية، ايش سببها؟ موضوع لياقي ولا ضغط المباراة، اجواء المباراة؟ Do jogo do lado da Nasser, será que é uma questão do nível física, nível concentração? Algo faltava, sabes? Sim, acho que faltou, como falei anteriormente, quando íamos na frente, ficar mais um pouco com a bola, começamos a jogar longa, bola longa, e acho que isso favoreceu para eles porque estavam ganhando as segundas bolas. Mas volto a repetir, é uma coisa que a gente tem que trabalhar para não voltar a acontecer aí duas vezes na frente e ficar empatado. ايوه زي ما قلت لك اياها في بدايه حديثي. في اشياء فعلا يعني انه لازم نشتغل عليها اكثر. ما كانت سيطره على الكره قد ما كانت كور طويله ويعني تفوقوا علينا في الكور الثانيه اللي يعني في الجانب هذا وفي جوانب اخرى اللي تقدمنا بالنتيجه مرتين. يعني في امور نقدر يعني نكون فيها افضل يعني لقدام. شكرا جزيلا. شكرا لك.